السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا غايه. اليوم جبت لكم المقانص، احنا نقولوا لها في المنطقه تاعنا المقينسه او قوانص الدجاج، يعني اللي يجوا مع الكبده. انا فقط اليوم استعملت القوانص بما انه راه السعر تاعهم رخيص. دونك كنت نقيتهم بيان سور في الماء والملح وشويه نتاع الخل وطرونش تاع القارص. من بعد حكمت المقله تاعي، درت فيها زيت لحمه ودرتهم يتقلاو، وغادي نزيد لهم شويه نتاع الملح فقط ونغلق عليهم. يليق تقلوهم في يعني حاجه باش يطلقوا لافابور. اصلا دوك تشوفوا غادي يطلقوا معايا الماء بهذه الطريقه، يطيبوا في ماهم. بعد ما يشف لهم شويه هذاك الماء، واش رايحه نزيد لهم حبه صغيره تاع طوماطيش، وغادي نزيد لهم فص تاع الثوم، شويه نتاع المعدنوس، وملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. فوالا كيما راكم تشوفوا. ويعني رايحه نزيد لهم شويه بعد ما تتقلى لي غير شويه ديك الطوماطيش المصبره والطماطم تاع الحب، غادي نزيد لهم شويه نتاع الماء باش يطيبوا يعني في ماهم وما ينحرقوليش مع لا طوماط. وغادي ندير لها فقط شويه تاع فلفل اسود مع شويه تاع توابل الدجاج. كما كتشوفوا درت لها الماء ونعاود نغلق عليها. بعد ما جازت لي حوالي ربع ساعه وتشربت لي هذاك الماء تخي بيان، غادي نزيد لها دقت لها الملح وجاتني شويه ناقصه، درت لها يعني نصف مكعب تاع مرق الدجاج جامبو. هنا يعني بعد ما طابت لي يعني خدات لي الوقت كامل، خدات لي حوالي 40 دقيقه، لانه عاد راني قصتهم صغار، يعني اسيو تقصوهم صغار بزاف باسكو يدولكم الوقت في الطياب. كما راكم تشوفوا فوالا هذا هو الشكل النهائي تاعها. راني درت لها شويه نتاع المعدنوس زينتها به، وشوفوا بدون مبالغه جات بنينه 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 بزاف. تلحسوا اصابعكم وراها. جربوها بهذه الطريقه ورجعوا لي الخبر في التعليقات. نتمنى تشرفوني بجامو ابوني. مرحبا بكم في لاشين تاعي. سلامو.